السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم بالجديد والمفيد فعل من التطبيقات، اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد. فعل من التطبيقات في القناة عندي هقدر افك التطبيقات الحديثة اللي بتسهل عليك حياتك اليومية، تطبيقات الفيك وكمان التطبيقات الهاكر. النهارده ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد هو اسمه ماي دو يوز ماني اب اند كارد. التطبيق ده مساحته 75 ميجا، محمله اكتر من 100 الف شخص. التطبيق ده تطبيق خاص بفيزا كارد، بيتعمل للاطفال. لو انت عندك اطفال من سن 6 7 8 سنوات لحد 18 سنة، فانت بتقدر ان انت تحمل التطبيق ده، تقدر ان انت تحصل على فيزا كارد. الفيزا كارد دي بتكون مخصصة للاطفال، بتقدر ان انت تحط لهم مصروفهم عليها، مصروفهم اليومي، مصروفهم الاسبوعي، مصروفهم الشهري. بيقدروا من خلال الفيزا دي يقدروا ان هم يشتروا الحاجات اللي هم عايزينها من اي متجر او من اي سوبر ماركت او من اي محل او من اي مطعم او اي مكان يقدروا يتعاملوا بيه بالفيزا دي. بيقدروا آه ان هم يحصلوا على الحاجة اللي هم عايزينها مقابل الدفع بالفيزا. دي بتكون افضل بالنسبة للاطفال علشان ما يشيلوش معاهم فلوس كتيرة، ممكن تعرضهم للخطر او ممكن ان هي تضيع او تتسرق منهم. في نفس الوقت لو الفيزا دي ضاعت او حصل فيها اي مشكلة، بتقدر بسهولة جدا ان انت توقفها وتطلب او تقدم طلب على واحدة جديدة وتجيلك لحد باب البيت عندك. افضل حاجه في الفيزا دي ان هي بتشتغل كصرف في اي متجر، يعني تشتري بيها حاجات بس، انما ما ينفعش ان انت تتعامل بيها في اي صراف قال ان هي تطلع لك فلوس. دي افضل حاجه في الفيزا دي، ان انت تخليها مع ابنك او بنتك ان هو يصرف منها او يشتري الحاجات اللي هو عايزها بدون ان هو ما تطلع له فلوس. بس كده يعتبر ابسط شرح للتطبيق. بالنسبه للمميزات، عيوب التطبيق ان التطبيق بيتضمن اعلانات وبيطلب منك الاشتراك وشراء التطبيق. بالاضافه بيكون في مصاريف لاستخراج الفيزا غير مصاريف التطبيق نفسه او غير الاشتراك بتاع التطبيق. والتطبيق بيكون باللغه الانجليزيه ومفهوش لغه عربيه. في تنويه بقى صغير كده حابب ان انا انوه الناس ليه، ان انا بقيت الاقي الناس كتيره كاتبالي على فيديوهات انا منزلها بقالها فتره طويله، ممكن 7 شهور 8 شهور سنه، ويقولوا لي في مميزات او في عيوب للتطبيق ده انت مش قايل عليها. دي يا جماعه ببساطه تطبيقات، يعني بينزل لها تحديثات مستمره. يعني لو شاهدت فيديو من الحاجات اللي انا بنزلها دي بعد نزوله بيوم يومين اسبوع شهر، حتى هتلاقي كل الحاجات الايجابيه والسلبيه اللي انا قايلها هي اللي موجوده. انما لو شاهدته بعديها باكتر من كده، ممكن تلاقي كل المميزات والعيوب اللي انا قايلها اتغيرت بالكامل، لان دي تطبيقات في الاول وفي الاخر. فلو انت حابب ان انت تنزل تطبيق والتطبيق ده لقيته انا مراجعه او منزل له فيديو بس من فترة طويلة، وحابب ان انت تعرف الحاجات الجديدة بتاعته ايه، اكتب لي في تعليقات اي فيديو قول لي اشرح لي التطبيق ده من اول تاني وانا هشرحه لك عادي جدا. ولو مش عايز تكتب في تعليقات الفيديو، ممكن تراسلني على الماسنجر او على الفيسبوك على اكونت باسم مراجع برامج، وانا اعرفك كل تطبيق ميزته وعيوبه وفايدته، وازاي تشغل التطبيق، وازاي لو انت اشتركت وحابب تلغي الاشتراك تلغي الاشتراك بسهولة. كل الحاجات دي هقدر اعرفها لك. وشكرا، سلام عليكم.